في حلقة رامز جلال الليلة استضاف أمينة خليل وطلبت من رامز إن هو يخلع لها الحذاء من قدميها، وقالت له هعمل معاك ديل. فإيه سر حذاء أمينة خليل الذي أثار الجدل؟ تابعوا معانا. كل سنة وانتم طيبين. معاكم محمد فكري من قناة سنيور محمد فكري. أهلا وسهلا بكم حبايبي الغاليين. النهاردة كانت الفنانة أمينة خليل ضيفة برنامج رامز جلال في برنامج المقالب الشهير رامز مجنون رسمي، المذاع على فضائيات MBC و MBC مصر في الحلقة الجديدة اللي بتتذاع كل يوم وقت الفطار. طلبت أمينة من رامز في منتصف الحلقة، وبعد ما عرفت انه مقلب طلبت منه انه يخلع لها حذائها، وقالت له هنعمل ديل، يعني هنعمل عرض مع بعض. خد الجزمة وبعدين كمل، غالية وحلوة وبحبها ومش عايزاها تبوظ. كان تعليق رامز غريب قوي، قال لها دي جزمة قذرة اساسا، جزمة معفنة يعني. اما الحقيقة ان تمن حذاء امينة اللي هي اشترطت اساسا على رامز انه يخلعها من رجليها قبل تكملة المقلب، فهي من ماركة جولدن جوز، وسعرها أكتر من $1000، أي بما يعادل 16,000 جنيه مصري. هي قد تبدو الجزمة إن هي معفنة وملهاش لازمة وشكلها يعني عليها مش نظيفة، لكن الحقيقة وهقول لكم وهجيب لكم الصور بالظبط من الموقع إن الجزمة سعرها 16,000 جنيه وشوية، كمان إن 16,925، وهجيب لكم بالدليل. ودي كانت القفشة بتاعت النهاردة. وموضوع جزمة أمينة خليل اللي أثار الجدل واترفعت في الترند بسبب حلقة رامز مجنون رسمي، ده كان فيديو بسيط كده. يا ريت اشتراك بقى في القناة ولايك للفيديو، عايزين يوصل لأكبر عدد من الناس. دمتم بخير.